طبعا يا شباب نحن قبل شوي حكينا عن المسار الاول وهو المسار A. هلا راح نبلش بالمسار B. نفس القطعه اللي عديناهم بالفيديو الاول، هون راح نطلع على المسار الثاني باذن الله تعالى. حطينا الغماز اليسار وراح نبلش ان شاء الله. نتفقد مرايتنا وراح نطلع. طبعا يا شباب اثناء الطلعه، اثناء الخروج لاول مره، سواء كان المسار الاول او الثاني، نفس الخروج بنفس الطريق. هون كمان بدي ارجع افتح غماز يمين وبفوت على اليمين شوي شوي. راح نكمل لاخر الطريق اللي موجود هون، نفس الطريق اللي مشينا فيه اول مره، لكن قبل شوي سوينا اللي بعدين الاو. هلا بالعكس راح نسوي الاو بعدين اللي ونطلع على الاوتوبان دغري ان شاء الله. من هون يا شباب كمان راح افتح انا الغماز اليساري. فتحت انا غماز اليساري وراح نشوف حرف الاو اللي موجود هون، حرف الاو الاول. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. اثناء الدخول لحرف الاو يا شباب، طبعا في عندي تنتين، اي وحده تفوتوا عليها ما في مشكله. راح نفوت هون، راح نفوت على حرف الاو الاول. لازم نكون قريبين لليمين اكثر. مجرد ما اجت مرايتنا كمان نفس الاو اللي قبله، مجرد ما اجت المرايه هي مقابل العمود هون، مقابل العمود. هلا راح نلف درجسيوننا شو يسار على الاخير. وراح مجرد ما كسرنا يسار على الاخير يا شباب راح نلف بس انه بحيث انه ما بنضرب بالعمود القدام، لانه اذا ضربنا فيه مشكله. وقفنا هون، حطينا الاناريه، راح نلف يمين على الاخير. بدنا نرجع لانه سيارتنا ما راح تخلص. نرجع وننتبه على دواليبنا. تمام. بهالشكل هاد. بعدها مثل ما شايفين غمازنا اليسار وراح نطلع شوي شوي. شايفين مع الخط هذا لازم ما نطلع قبل الاصفر الموجود عندكم. نطلع هيك بهالشكل هاد. بعدها نحط غماز يمين. حطينا غماز يمين ليش يا شباب؟ كسرنا يمين على الاخير مشان نجي على اللي بارك. طبعا اللي بارك اي وحده نفوت عليها ما في اي مشكله ان شاء الله. راح نفتح غمازنا اليمين وراح نفوت نصف هنيك. اثناء الدخول يا شباب حطينا غمازنا اليمين وراح نفوت شوي شوي. ما بنضرب لا بعمود ولا باي شيء. مثل ما اتفقنا اول دخولنا راح يكون حرف اللي، يعني خلينا نحن قريبين لليمين اكثر من اليسار. حرف اللي راح يكون بنص درجسيوني تقريبا. بهالشكل هذا نفوت نحن قريبين. بعدين يا شباب العمود اليميني مثل ما شايفين مجرد ما صار عندي بقلب المثلث انا كساق بشوفه هيك. هلا راح انزل مرايتي اليمينيه وبكسر يمين على الاخير. نزلت انا المرايه اليمينيه يا شباب، راح اكسر يمين على الاخير. راح ارجع شوي شوي. طبعا اذا حسيت حالي بدي اضرب يحق لي ابعد عنه، ما في اي مشكله. مثل ما شايفين لازم ما نلمس ابدا العمود. راح نرجع شوي شوي بهالشكل هاد. مجرد ما فات الدولاب طبعا هون نرجع لحتى تجي المراية مقابل العمود الأول تماما. طبعا راح نرجع مجرد ما اجت المراية مقابل العمود تماما. هون راح نوقف. كساق صاروا مقابل بعضهم، صارت سيارتي ساوية. بلف دورة ونص، الدركسيون دورة ونص، صارت دواليبي ساوية. برجع شوي شوي ليجي العمود الثاني على كتفي بهالشكل هاد خالص. اثناء الخروج بفتح غمازي اليمين، برفع مرايتي اليمينية اللي انا نزلتها. راح اقرب شوي لقدام لتجي مرايتي مقابل العمود الاول. بس اجت مرايتي مقابل العمود الاول راح لف دركسيون يمين على الاخير بهالشكل هذا. طبعا اثناء الخروج مناوراتنا مفتوحه ايش قد ما بدنا، فينا نرجع فينا نقرب دوره ونص هيك على السريع وتكون صفه اللي بارك خلصت. هون بعد ما طلعت اللجنه يا شباب فتحنا غمازنا اليسار. لازم نطلع من اليسار، ما بصير بطلع دغري هيك من مكان الصفات. بطلع على اليسار مع الانتباه. طبعا اللي بارك مهمه جدا جدا.
بطلع هون بفتح غمازي اليمين. شايفين كلمة دور على الزاوية، نفس المسار القديم، هلا كله تقريبا نفس المسار. في كلمة دور، أنا راح أوقف هون على زاوية الشارع مع لفة خفيفة جدا لليمين. بتفقد المراية المقابلي لأنه بتطالع إذا في سيارات جاية ولا لا، مع نظرة على كتفي اليسار. شوي شوي بطلع على المسار اليميني. هذا المسار اليميني نمشي فيه كم متر، بعدها نفتح غمازنا اليسار، نتفقد طريقنا اليساري ونطلع بالنص دغري. طبعا هون يا شباب اللفة هي ما في داعي غماز عليها لأنه طريق إجباري. نحط الغماز لما يكون في عنا مسارين، في طريقين، واحد يمين واحد يسار. فأنا هون بس شو بخفف سرعتي، بنتبه على جهة اليسار، بكمل نفس الوضع، بخطي على اليمين كم متر، بس عديت الإشارة الأولى بفتح غمازي اليسار، بتفقد طريقي وبطلع على المسار اللي بالنص. طبعا مثل شايفين لو ظالين على اليمين يا شباب، هذول بيروحوا على غير طريق، بيلفوا ويروحوا على غير طريق. فأنا طريقي دغري راح يكون باتجاه الحفريات اللي موجودة هناك. هون قبل ما بوصل اللفة هي، لأنه في حفريات مسكرة الطريق، لازم بفتح غمازي اليساري وبشوي شوي. طبعا السرعة القصوى هون محطوطة 30، لازم كمان ننتبه لها، وممنوع التجاوز هون عن النقطة هي. فتحت غمازي اليسار، بعدها بطلع شوي شوي بكمل طريقي دغري مثل ما هو. هي الطريق هذا ضيق، بدنا ننتبه له كمان يا شباب، خاصة للمتدربين الجداد. المتدرب الجديد يطلع على الجهة اللي هو فيها، ما عم يطلع على جهة اليمين، فدائما هون بتصير مشاكل. بفتح غمازي اليمين، فهون رئيس اللجنة إذا حس انه السيارة بدها تضرب يمين او يسار مباشر راح ينزل الطالب. الاشارة هي بنتبه لها كمان، اذا كانت اصفر او طلع الاصفر بوقف بمحل، ما طلع الاصفر بكمل دغري وبضل على شو، على اقصى اليسار مثل ما شايفين. الطريق هذا راح يدخلنا على الاوتوستراد، طريق سريع. هون طبعا مسموح لنا الثالث، اذا كان طريق فاضي اجباري بدنا نحط ثالث، لكن بالامتحان حاولوا ما تطلعوا فوق ال50 مثل ما شايفين على اليسار. السرعة القصوى ممنوع. هون في عندي 3 مسارات، الابيض مكتوب باجلر محمود بي، يعني بحق لنا نروح بالنص وباليسار، اما اليميني اقصراي، فانا طريقي راح يكون بالنص دائما. اذا كان الطريق مسكر، في زحمه، في كذا، انا بروح على اقصى اليسار. شايفين هون طريقي راح يكون تحت الجسر، ما بطلع فوق الجسر، تحت الجسر طريقنا راح يكون ان شاء الله. الاشاره الصفراء اللي موجوده على اليسار تعني العبور على مهل او العبور بتمهل، ما يصير نستعجل عليها يعني. مجرد ما طلعناها ندعس، ما في اي مشكله. انتباه كمان هون شوي يا شباب على اللفه، الانعطاف دائما تكون مركز شوي شوي. بالامتحان خليكم هادئين جدا جدا يعني. ما في داعي للغماز هون، لكن لما بصير هون عند موقف الباص هاد، في عندي انا طريقين، طريق يمين وطريق يسار، فانا حطوا ببالكم دائما طريقكم لليمين لحتى نشوف نقطة البداية اللي طلعنا منها. حطيت غماز يمين مثل ما شايفين، راح اروح انا على طريق اليمين. في هنيك مقابل مكتوب ما في هوتيل، الاوتيل الازرق يعني. هون طريق الشاحنات، شايفين الشاحنات، انا مباشرة بحط غماز يسار، باخذ المسار اليساري وبكمل طريقي دغري. وهون طبعا عند النقطة هي ينتهي الغيار الثالث، نكون اول ثاني فقط لاخر الامتحان. بنتبه هون عند كراج الدلامش، هون في مفرق فيه سيارات طالعة نازلة كذا، فبنتبه منيح على المطبات، بخفف ما بستعجل. هون آخر إشارة ضوئية راح نشوفها، اللي هي بتكون وين؟ بتكون موجودة عند جامعة ألتون باش يونيفرسيتي. هي الجامعة على اليسار مثل ما شايفين. بعدها اجينا على الدوارات، حطوا ببالكم شغله يا شباب، الدوارات دائما غمازين. فتحت انا هلا الغماز اليسار، قبل ما بوصل بالدوار طريقي راح يكون على البناء الازرق اللي موجود دغري مقابلي. فتحت انا الغماز اليسار، وهون لما بصير بالنص بفتح الغماز اليميني، نظره خفيفه على اليمين، كنترول بسيط يعني.
بعدها بكمل بالمسار اللي بالنص باتجاه البناء الازرق. طبعا هون بكون خلصت نص الامتحان، لما بوصل البناء الازرق بكون خلصت نصف الامتحان، فانا بروح بكمل على الصفات الثانيه اللي هي الباراليل بارك، الفريم الفجائي. هون سيارة بدها توقف بحط غماز يسار، ما في مشكلة، كمل طريقي. هون سيارة بدها توقف كمان بدها فيني اتجاوزها. التاكسي قدامنا مشغل الرباعي فيني ضل على اليسار، ما في حدا برجع على النص مثل هيك. هون يا شباب ما بروح انا على اليمين مثل ما طلعت قبل شوي، فتحت غمازي اليمين من الزاوية بدي فوت. هون في عندي شيء اسمه اني فرين، اني فرين الفريم الفجائي. مجرد ما دخلت هون راح يقول دور الاستاذ، فانا بكبس فريم خفيف بهالشكل هذا. بعدها راح نطلع بأرضي بفتح الغماز اليسار، ما بيصير بيمشي بعدين بفتح الغماز اليسار، لأنه مثل ما بقول حركة اتمكتان أونجا أو يطمكتان أونجا لازم الغماز يكون مفتوح. بعدها بمشي شوي لقدام، بتفقد طريقي اليساري وبطلع على النص. بعد ما مشينا شوي نرجع نفتح الغماز اليسار وباخذ أقصى اليسار يا شباب. هون أقصى اليسار، طبعا هذا الدوار بده انتباه شوي. هلا نحن حطينا غماز يسار، ننتبه على اليمين، ننتبه على اليسار شوي شوي على 100 مهنا. طبعا كنترول لليمين، هون لما اصير بالنص بفتح الغماز اليمين، كنترول خفيف لليمين، ما في حدا، كمل طريقي دغري. شايفين يا شباب نفس الصفات اللي موجوده باليسار. هون في سياره قدامي بفتح غماز يسار بتجاوز، برجع بفتح الغماز اليمين وبيجي بفوت على الباراليل بارك. طبعا الباراليل بارك مثل ما اتفقنا اهم شيء دخولنا بيكون بين الابيض والاصفر، الخط الابيض يكون بنص المساحه وبيجي بوقف على العمود الاول، خلي مرايتي تجي على العمود الاول هذا. ايوه تمام. طبعا يا شباب ننزل المرايا بحيث نشوف الدواليب الخلفيه اليمين واليسار. حطينا الغيار على الاناري. بعدها بدنا نرجع على الساوي، ما يصير انا بفتح شيء بالدركسيون. برجع من اول ما بشوف العمود الثاني اللي هو العمود اللي على راسه تلزيق اسود، من اول ما بشوفه شايفين طلع راسه بهالشكل هذا انا راح اوقف. كسرنا يمين على الاخير وراح ارجع انا بتطلع على دولابي اليساري. الخط الابيض يا شباب لازم انا بعدي مثل ما اتفقنا تقريبا بشبر بعد الخط الابيض بهالشكل هذا. طبعا اذا اجى زياده شوي ما بيأثر. حطينا غماز عفوا لفينا دركسيوننا يسار على الاخير مثل ما شايفين، وراح نطلع على مرايتنا هلا. وراح نرجع شوي شوي يا شباب. دولابنا دعس على الخط الاصفر مثل ما شايفين. عم شوف انا الخط الابيض راح شوفه من اول الدولاب، ما عم شوف منيح بنزل مرايتي لشوف الخط الابيض يكون مقابل الدولاب بهالشكل هذا. بجلس دركسيوني دوره ونص، بفضي غياري، صفتي تكون خالصه. هلا اثناء الخروج حطيت غماز يسار، كسرت دركسيوني على الاخير، بطلع شوي شوي. بعدها بلف دركسيوني شوي شوي بهالشكل هاد لبين ما بوقف على اليمين، بحط الغماز اليسار، بشيل اللجنه وبتوكل على الله. بعد ما شلنا اللجنه يا شباب فتحنا غمازنا اليسار، راح نتفقد طريقنا. في سيارات مسرعه وكذا نخليها تعدي ما في مشكله. بروح على اقصى اليسار لحتى اخلص مكان الصفات اللي موجوده هون. مجرد ما خلصنا مكان الصفات الركن اللي موجود هون راح احط غمازي اليمين، بتفقد المرايه، ما في حدا برجع على المسار اللي بالنص طبعا. وهون في عندي اليوكش كالكش، الطلعه يعني اليوكش كالكش الرمبه بالعربي نقول. حاطين غمازنا اليمين ونفوت على 100 مهنا، نوقف هون. طبعا لازم هون السياره لازم ما بترجع ولا بتطفي مثل ما اتفقنا. مباشر نفتح غمازنا اليسار، نحط غيارنا الاول نص دبرياج. انا داس فريم، شلت نص الدبرياج، راح اترك دبرياج فريمي، بدعس شويه بنزين بتطلع سيارتي لحالها. هلا
الدبرياج. تفقد مرايتي شوي شوي طبعا، ونطلع على المسار اللي بالنص. هلا ضل عندي بس الرجوع للخلف، يعني نفس مكانات الركن، نفس كل شيء، بس انه الطريق بالطريق السريع يكون عكس الاتجاه اللي نحن رايحين فيه. هلا هون بفتح غمازي اليمين، ننتبه شوي شوي. بعد ما بنعدي المفرق هذا اللي موجود هون، راح فوت شوي شوي على اليمين، ودخولي لازم يكون بشكل مستقيم. وبوقف وين؟ بوقف اول الاصفر بداية الخط الاصفر. انتبه نحن على الرصيف، الخط الاصفر. برجع بس عدل، برجع لما حطينا غمازنا اليسار يا شباب، وراح نطلع على المسار اللي بالنص مثل ما شايفين. كمان نفس الدوار اللي مرينا عليه قبل شوي، نفتح له غماز يسار، ننتبه شوي شوي على جهة اليسار، ربما طريق فننتبه لهم. نظرة خفيفة على اليمين، ما في حدا. بلف دواري مثل ما اتفقنا، الدوارات غمازين يسار، ولما بدي اطلع من هون بفتح اليمين وبكمل طريقي بالنص بالمسار الوسطاني يعني. طبعا هون نحن نكون مثل ما حكينا بالمسار الاول، خطوات الامتحان تكون انتهت، لكن ربما تنسى غماز، تنسى شغله، فما بيصير. فلاخر لحظه نحن نعتبر بامتحان. هون مثلا عم يمشي على 100 مهله، اذا طلب منك رئيس اللجنه تتجاوزه، تحط غماز يسار وبتجي على اليسار، ما في اي مشكله. هون اجينا على الدوار، كمان اجباري نفتح له غماز يسار. فتحنا مسار الغماز اليساري، ننتبه شوي شوي، كنترول، ما في حدا، بطلع شوي شوي بنتبه، يعني اكثر شيء خاصه على الطلاب مثل هذا شايفين، يعني على الدوار وكذا بنتبه لهم انا على 100 مهلي. بنص الدوار هون مثل ما اتفقنا اثناء الخروج بفتح الغماز اليميني. فتحت انا الغماز اليميني وراح اطلع باتجاه اليمين، بخلي غمازي مفتوح لحتى تفوت بالشريط تبعي. دخلنا بشريطنا هون، الدوار الصغير مثل ما اتفقنا ما في داعي بحط له غماز ابدا، بس كنترول خفيف يمين يسار، ما في حدا، بكمل طريقي دغري. وهذاك البناء الازرق يا شباب هي نقطة البداية تبعنا. من هون بفتح الغماز اليمين وبفوت شوي شوي بشكل تدريجي على نقطة البداية. هون نكون امتحاننا طبعا خلص، لكن بصف سيارتي بشكل منيح. إذا أنت كملت وأنت عم تسوق معناته ناجح. إذا لا سمح الله نزلت على الطريق والمدرب طلع بدالك، معناته راسب. هيك نكون صورنا المسارين. نتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. أهم شيء ما بتتلبكوا أثناء الامتحان، اعتبروا حالكم جايين طالعين مع رفقاتكم مع أصدقائكم. الالتزام بوقت الامتحان، تكونوا موجودين قبل الامتحان بنصف ساعة، موجودين بنقطة الامتحان، ولازم ما بنتلبك. نكرر الفيديو أكثر من مرة. الأشخاص اللي ناقصهم أخذ كورس كامل أو أخذ يومين ما كفوا، نصيحة كمان لوجه الله تعالى، خذ درس أو درسين أو ثلاثة، المهم أنه بتنجح. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق الدائم إن شاء الله. السلام عليكم.